ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض عسل الجلوكوز تمهيدا لعمل حلويات المولد. هنعمل حلويات المولد مع بعض. بس لازم يكون في عسل جلوكوز. احنا عملناه في البيت بطريقه سهله جدا ومبسطه، واي حد فينا يقدر يعملها بمنتهى السهوله. يلا بينا نشوف احنا عملنا عسل الجلوكوز ازاي مع بعض. عندي هنا كوبايتين كبار سكر عادي ابيض عادي حبيبات. ويفضل كمان السكر يكون فاتح، مش اللون اللي هو الغامق، عشان يطلع معانا الجلوكوز لونه فاتح زي اللي بنشتريه. هنضيف هنا كمان عليه 3/4 كوباية مية، وكمان هنضيف عليه معلقة كبيرة ليمون او نص معلقة صغيرة ملح ليمون عادي، ورشة ملح كده على طرف المعلقة الصغيرة. بنقلب هنا كويس جدا بالمعلقة. هنا بندوب السكر كويس جدا مع المية، تمام، مع الليمون، وما نخليش اي سكر على الجوانب خالص عشان ما سكرش مننا ويغير اللون معانا. اول ما يبتدي كده يغلى من الجناب، يغلي كده من الجناب، تمام، ويطلع كده فقاقيع، خلاص نسيبه، ما نقلبش بقى ونهدي النار خالص. هنسيبه في حدود من ربع ساعة لتلت ساعة تقريبا على نار هادية خالص. ابتدى يغلي معانا زي ما احنا شايفين. ما ينفعش خالص اللي احنا نقلب في الحالة دي خالص، احنا بنقلب في الاول بس لغاية ما يبتدي يغلي معانا. انا عندي هنا طبق فيه مية ساقعة جدا، تمام. هنختبر بقى سكر الجلوكوز اللي هو نجح معانا ولا ما نجحش ازاي. بعد حوالي تلت ساعة زي ما قلنا، حطيت معلقة من العسل، حطيتها في طبق اللي هو فيه المية المتلجة، تمام، حطيتها فيها. لو طلعت العسل كده وفي ايدي لقيته عامل زي الكورة بيتكور معايا زي ما احنا شايفين، ده يبقى كده ناجح جدا معانا. هنحط معلقة تانية قدام بعض اهو هنشوفها، تمام. خدنا معلقة من العسل وحطيناها في المية وبنطلعها كده. لو عملت معانا كده بتتكور في الايد كده زي ما احنا شايفين، تبقى كورة ملمسها كده، هيبقى كده هي ناجحة جدا معانا، تمام. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ادام اتكورت معانا كده تبقى هي دي المظبوطة جدا، الجلوكوز المظبوط كده، تمام، ناجحة جدا وباينة جدا اهي في الصورة زي ما احنا شايفين كده. هو كمان المفروض يكون في ترمومتر بس مش متوفر لبعض الناس، احنا فضلنا ان احنا نعمل الطريقة دي وناس كتير بتعملها وبتنجح معاها. هتعمل هنا زي كرة معانا، بصوا احنا هنشوفها تاني مع بعض. بصوا عملناها زي كورة اهي. لو ما اتعملتش معاكي زي كده يبقى سيبيها كمان شوية، كمان دقيقتين 3 ولا حاجة على نار هادية جدا. بعد ما خلص معانا، شايفين الشكل عامل ازاي، ابيض ازاي. هنجيب اي برطمان عندنا يكون ازاز يكون نظيف، تمام. البلاستيكات عموما بتعمل ريحة بالنسبة للعسل، او لو انت هتخزني سمنة او اي حاجة، اي بلاستيكات بتعمل ريحة. فيفضل معانا الازاز، تمام، يكون مغسول ونضيف ومتنشف كويس. فضينا كده زي ما احنا شايفين لون العسل عامل ازاي، عسل الجلوكوز معانا لونه فاتح ازاي زي الجاهز كمان واحسن، وما تكلفش معانا اي حاجة خالص. بعد كده نغطيه بالغطا، الغطا يكون محكم طبعا. ونسيب السيرب دوت او عسل الجلوكوز، هنسيبه في باب التلاجة لحين الاستخدام، تمام. مدة بقى زي ما احنا عايزين، احنا نقدر نعمل كمية اكتر، هنحتفظ بيها اكتر لحين الاستخدام، تستخدميها في البسبوسة، في البقلاوة، في الجلاش، زي ما انت عايزة. يا رب الطريقة البسيطة دي تكون عجبتكم بتاعت عسل الجلوكوز. هي طريقة سهلة جدا، اهم حاجة نحتفظ بيها زي ما قلنا بباب التلاجة، تقعد زي ما تقعد عندنا وقت طويل عادي. نقدر نعمل كمية اكبر كمان.
ان شاء الله كمان هنعمل حلويات المولد بأدق التفاصيل وبطريقة سهلة جدا ومبسطة على ست البيت. وكمان هنعمل طريقة النوجة قبل الصيام، لان النوجة كمان بتبقى فطاري، بيبقى فيها بيض فبتبقى فطاري. فكان في كذا حد طلبها مني، ان شاء الله كمان هننزلها. وغالبا كمان اول حاجة هنبدأ بيها النوجة. يا رب عقبال ما نكون كلنا دايما مع بعض في سلام وخير ومحبة، وعقبال كل فيديو واحنا مع بعض. باي باي.